السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قصتنا حتكون عن السحرة وكتير حلوة. في عالم حيث يمنح كل إنسان مهارة فريدة من نوعها عبر ثمرة خاصة تسمى ثمرة المهارات. يسعى الأفراد لتحقيق أحلامهم عن طريق اكتساب المهارات التي تساعدهم في مواجهة التحديات وبناء حياتهم المستقبلية. لكن هناك قاعدة واحدة: ثمرة المهارات لا تؤكل إلا مرة واحدة في الحياة، وإذا حاول الشخص تناولها مرة أخرى فسيتسمم ويموت حتما. كان لايت شابا طموحا يحلم بأن يصبح مغامرا عظيما منذ طفولته. كان يستمع إلى قصص المغامرين الذين يمتلكون مهارات قتالية خارقة، وكان يحلم بأن يحصل على مهارة قتالية ليصبح جزءا من هذه القصص. لم يكن يطمح في الحصول على القوة، بل كان يريد أن يترك بصمة في التاريخ. وكانت لين صديقته المقربة تشاركه هذا الحلم، لكنها كانت تتمتع بشخصية أكثر هدوءا. كانت تحلم بأن تصبح مغامرة، ولكنها كانت تأمل أن تحصل على مهارة فريدة تتعلق بالطبيعة أو الزراعة، كما كانت تحب الزراعة والعناية بالبيئة. يذهب الاثنين إلى الكنيسة لكي يأكلوا الثمار. تشرح لهم القديسة إنه ما بصير ياكلوا غير مرة واحدة هي الثمرة، إذا أكلوا ثمرة تانية رح يموتوا. وفي عالم كمان جربوا ياكلوا وماتوا. بعد أن تناول كل منهم الثمرة الخاصة به، بدأت لينا تشعر بشعور غريب. كان جسمها ينبض بالقوة، كانت طاقة هائلة تجري في عروقها. وعندما نظرت إلى لايت اكتشفت أنها قد حصلت على مهارة أسطورية تتعلق بالقوة الهائلة التي لم يكن يتوقعها. لكن مهارة لايت كانت مختلفة تماما. حصلت على مهارة سيد الثمار، وهي مهارة غير قتالية تتعلق بالزراعة وزيادة المحاصيل وتقصير أوقات الزراعة، يعني شيء مسخرة. لقد شعر لايت بخيبة أمل، فقد كانت مهاراته لا تتناسب مع حلمه في أن يصبح مغامرا. وكانت لينا أيضا حزينة بمهارتها، لأنها كانت تحب الزراعة وكانت تحب أن تكون مع لايت في كل المغامرات، ولكن تلزم على البقاء في القلعة لأنها أخذت ثمرة نادرة جدا. رغم ذلك لم يستطع لايت أن يخفي خيبة أمله، وكان يفكر في أنه ربما لا يستطيع تحقيق حلمه. مرت 3 أشهر ووجد لايت نفسه في موقف لم يكن يتوقعه. أصبح مزارعا. كانت حياته اليومية مليئة بالزراعة وجني الثمار وبيعها. بدأ يشعر أنه قد فشل في تحقيق حلمه. لم يعد مغامرا، بل مزارعا يعتني بالثمار وبيعه. وعلى الرغم من أنه كان يكسب المال بشكل جيد، إلا أن لايت شعر بأن هذه الحياة ليست ما كان يحلم. في تلك الفترة كان لايت يمشي في الشارع ورأى صور لينا على الحائط، بحيث تغيرت كثيرا وأصبحت أقوى، ثم يجعله غاضبا ويذهب إلى الحديقة ليقطع الشجرة ويضرب بالسيف، ولكن لم تتحرك لأنه واحد حمار ما عرفان يضرب. لكن لايت لم يتخلى عن حلمه. كان يعلم أن الحياة التي يعيشها الآن بعيدة عن حلم المغامرة الذي كان يراوده منذ طفولته. في إحدى الأيام قابل لايت فتاة تدعى إيلا، التي كانت قد أجبرت على العيش في قريته بسبب الظروف الصعبة في قريتها الأصلية. كانت فتاة ذكية ومثابرة وبتحب الطبخ وتحب تكون مغامرة حقيقية. بتقول له إنه جهزنا العشاء، يلا نروح ناكل. بيحطوا الشوربة وبتقعد بتاكل هي وياه، بتقول له إنه حصاد اليوم كان كثير منيح وهذا الأكل منه. بتقول له حتطلق من فواكه المهارات اللي أنت بتحط منها. أنت حاطط فواكه هنيك مخباية هي تبع المهارات، أنا حطيت منها. لأنه هي اللي لازم واحدة ياكلها، اللي آكل مثلي يعني الثمرة ما لازم ياكل ثمرة تانية منها. هي بتقول له إيه حاطط لك منها يا غبي. هون لايت بيخاف بيعصب، بلحظتي بالاكل منه. قلت له ايه لانه طلع شكله طيب وطعمه طيب. هون بتجي مثل هيك حراره وبحس حاله صار قوي. وبذكر القديسه شو حكت، بحس جسمه هيك عم بيوجعه، نفس الوجع اللي كانت وجعته من 3 شهور. بيوقع على الارض. بتجي هاي البنت بتقول له شو بك شو صار له. لايت بيسالها انه ليش انا ما متلهلق الا بتقول له انه ما بعرف. بعدين بيروح المقطع على الكنيسه، بيشوفوا القديسه هنيك واقفه عم تطلع على البوابة، بتشوف شيء جديد نزل على المجرات. حتى إيلا بتحس بحرارة بجسمه، بيصير عندها طاقة لأنه أكلت من نفس الشوربة اللي حطت فيها الثمار. بيجي بصير عندها طاقة إنه تعرف كل شخص شو عنده وشو مهاراته. قلت له لايت إنه صار عندك أنت فاكهتين هلا. كانت المفاجأة كبيرة. لايت لم يكن يمتلك مهارة واحدة فحسب، بل مهارتين. وفي تلك اللحظة بدأ لايت يشعر بشعور مختلف. مهارة سيد السيف كانت تمنحه قدرة هائلة على استخدام السيف، وجعلت الهجوم سلسا وقويا. كانت هذه هي المهارة التي طالما حلم بها. بينما كانت مهارة سيد السماء تمنحه القدرة على تحسين الزراعة وجني المحاصيل. كانت مهارة سيد السيف تعطيه القوة التي يحتاجها ليصبح مغامرا. شعر لايت بأن الحلم بدأ يقترب أخيرا، وأصبح لديه فرصة للقتال ضد الوحوش والانطلاق في مغامراته. قرر أن يختبر مهارته الجديدة وينطلق في مغامرة حقيقية. انطلق لايت وإيلا إلى مدينة المغامرين، حيث كان الجميع يطلبون المساعدة في القضاء على الوحوش. كانت هذه هي الفرصة المثالية لاختبار مهارة سيد السيف. وفي أول معركة لهما ضد سلايم صغير، أظهر لايت قوته الفائقة. كانت ضربته سريعة وقوية، لم يشعر بثقل السيف. وفي لحظة هزم سلايم بمهارة سيد السيف. إلا كانت فخورة جدا به وقالت له لقد أثبت قوتك لايت، لكن هناك المزيد من الوحوش في الطريق، لن تتوقف المغامرة هنا. بينما كانوا ينتقلون في طريقهم، ظهر وحش ضخم يسمى أوجر. كان وحشا مروعا يتجاوز حجمه أي وحش آخر في المنطقة. كان التحدي كبيرا، وكانت إلا تحذر لايت من أن مهارة سيد السيف لا تعزز الدفاع الجسدي،
وهو ما قد يشكل خطرا عليه، ولكن لايت كان عازما على مضي قدمه وإثبات قوته كمغامر حقيقي. بدأ القتال وكانت ضربات الأوغر قوية جدا، لكن لايت استمر في التحرك بسرعة ودقة بفضل مهارة سيد السيف. في النهاية وبفضل عزيمته وقوته استطاع هزيمة الأوغر وأثبت أنه مغامر حقيقي. بعد المعركة الكبرى أدرك لايت أن مغامرته الحقيقة قد بدأت للتو، ومع إيلا إلى جانبه كان جاهزا لمواجهة المزيد من التحديات، وأصبح حلمه في أن يصبح مغامرا عظيما أقرب من أي وقت مضى.